وكان بالإمكان أفضل. نعم، هدف أول في المباراة للشباب رياض السلمي. كان خطأ من طرف الحارس، كان خطأ من طرف الحارس في التغطية، والشباب رياض السلمي يوفق في بلوغ الهدف عبر جبريل سيلا. جبريل لاعب سابق للرجاء اليوم. تسديدة لم تكن قوية. شم في حديث مع حكم الفار بخصوص ما حدث في كرة الهدف لشباب رياض السلمي. جبريل سيلا لاعب الرجاء الذي لم ينل فرص اللعب رفقة الرجاء لما كان لاعبا رجاويا اليوم مع شباب رياض السلمي، ينال التقاء كل التقاء من طرف زكريا عبود ومشعب المباركي في بنك بدلاء النصور. مباراة متوقفة دائما. الحكم في تواصل مع حكام الفار. هل سيستأنف المباراة بهدف لصفر أم أنه سيعود الفار؟ هشام التمسماني يتحول، يتجه نحو إكمال المباراة. نترقب جميعا قرار حكم هذه المواجهة السيد هشام التمسماني. ربع ساعة أولى النتيجة هدف لصفر للشباب رياض السلمي، هدف لصفر في الدقيقة 14 من لنادي الرجاء. تداول الكرة من الطرف الأيسر، نقل الخطورة وضربة جزاء في الدقيقة 22 من المباراة. تفاعل كبير للإعادة لما حدث، سبق الكرة وتدخل دفاع شباب رياض السلمي. الحارس جمال علوش، ضربة جزاء رجوية في الدقيقة 24 من المباراة. محمد النهيري في تنفيذ الجزاء، نهيري سدد والهدف، الهدف التعادل يعيد التوازن للمباراة يا سادة. هنا في المحمدية الرجاء متعادل هدف لهدف من قدم محمد النهيري. تفاعل جنوني مع المباراة هنا في مدينة المحمدية. النتيجة 1-1 ولا شيء حسم في مباراة شباب رياض السلمي والرجاء الرياضي. وتتحول من جديد. موندل الكبير يبدو منزعجا لكرات مثل هذه لما تضيع في خط الوسط. تتحول هجمة مرتدة للفريق وحمزة خاب. كان بالإمكان وأن يكون هدف، كان بالإمكان وأن يكون هدف رجاوي عبر حمزة خاب. تألق الحارس ودفاع شباب رياض السلمي. فرصة أخرى تضيع للرجاء. هنا الانطلاقة من حمزة خاب، كرة من يسري يلعب هذه المرة في القائمة الثاني بالراس. كاد أن يكون الهدف وجاء الهدف وحان وقت الهدف. هدف رجاوي من كرة ثابتة هذه المرة، ينجح في بلوغ المرمى. اعتلت الرؤوس، اعتلت فرحة سعادة لمناصري الخضر بثاني هدفهم في هذه المباراة. للإعادة كرة ممتازة لعبها روجيولو في المرة الأولى ورجع مروان الهدودي وضعف المرمى زريدة لوحده. كان الأكثر ضغطا على مرمى شباب رياض السلمي. كرة نحو مصطفى وجبريل سيلا وتدخل الدفاع عبر جمال حركاسي. يؤدي مباراة محترمة جدا. كرة تعود لشباب رياض السلمي. تدخل محمد النهيري، كرة للأمام وهشام التمسماني ينهي الجولة. دائما هدفين مقابل هدف وحيد. كرة للأمام نحو جبريل سيلا. جبريل التدخل والمتابعة في الكرة الثانية، وكان بالإمكان وأن يكون أفضل مما كان من مصطفى الصاد. المتابعة من جبريل سيلا هذه المرة كان تدخل في مكان وفي محل وفي زمانه من الحارس الدولي الجزائري. بوزوق من الطرف الايمن. بوزوق ممتازه جدا من بوزوق لحضرف، عابره لكل الحواجز، عابره لكل المحطات. الرجاء ينجح في بلوغ الهدف. تصبح النتيجة يا سادة 3-1. عمل كبير من واحد من نجوم المباراة يسري بوزوق لزكريا حضرف الذي لم يخطئ وجهة المرمى. تصبح النتيجة 3-1 لنادي الرجاء امام شباب رياض السلمي. سعادة كبيرة لمناصري الخضر، تفاعل جنوني مع هذا الهدف، كيف لا؟ والهدف يقرب المسافات بين الرجاء والتفوق والظفر بنقاط هذه المباراة.
من جديد كرة حسين رحيمي، حسين رحيمي محمد يا محمد. وفي النهاية تدخل دفاع شباب الرياض السلمي، تضيع فرصة لرجاء وتحول سريع عبر شباب الرياض السلمي من الطرف الايسر. عماد يبحث عن انطلاقات مصطفى الصاد، يراوغ عماد، يمشي عماد يحرر نفسه، يحاول يحرر رفقائه. كرة في منطقة الجزاء، إمكانية لشباب الرياض السلمي ممتازة جدا. لو سجل هذا الهدف كاد ليكون واحد من أجمل أهداف البطولة. قام بمجهود خرافي، الانسلال من الطرف الايسر لوحده، لم يتكل على اي واحد من رفقائه. راوغ الاول ثم الثاني ومشى للثالث، وحاولوا انه يخدع الحارس الذي غطى على الزاويه، زاويه تتحول بالقصوت. عنده بن جديده جول الرابع لرجاء في اخر دقائق هذه المباراه. يظهر بعد غياب منذ دخول بن جديده ليضع نفسه ضمن قائمة هدف هذه المباراة. تصبح النتيجة 4-1 لمصلحة رجاء حصيلة